فيديو النهاردة عن إسراء طه وخبر حزين. بعد ما لسه الكل بيتكلم عن خطوبة إسراء وفرحان، للأسف خبر كان صدمة كبيرة جدا لجمهورها وكل محبيها واللي انهالوا عليها بالتعليقات. ايه القرار الصادم اللي أخدته إسراء حوارات واللي أعلنته النهاردة على الأكاونت الخاص بيها على الانستجرام، وحزن كبير جدا في عيون إسراء بعد خطبتها بيومين تحديدا. يلا نشوف التفاصيل وسر غضب إسراء والتعليقات اللي جات لها وإيه القرار اللي أخدته بعد ما اتخطبت. أتمنى من حضراتكم تشوفوا الفيديو للآخر، وياريت دعمنا بلايك ولو اشتراك، هيكون شرف لينا تواجد حضراتكم الكريم في قناتنا المتواضعة. في البداية طبعا بشكر كل أخواتي الناس المحترمة الموجودة على قناتي، تحياتي ليكم جميعا، كل متابعين عيلة الحاج جابر، حمد ووفاء، إسراء طه، محمود وسحر، تواجدكم شرف ليا وفوق راسي. كنا لسه منزلين فيديو لحضراتكم وفرحانين فرحة كبيرة جدا جدا بعد خطوبة إسراء، وبعد ما كانت كاتبة سبحان الله يمكن أنا كنت باصة على نجمة في السماء، لكن ربنا كان كاتب لي القمر نفسه. وده طبعا بيعرفنا إن ربنا دايما عنده الأحسن، وإن ربنا دايما بيجبر بخاطرنا جبرا تتعجب له السماوات والأرض. في كلامها ده بتقول للناس اللي كانوا يعني زعلانين إنها فسخت خطوبتها من حسن، قالت لا يمكن أنا كنت باصة على نجمة لكن ربنا كاتب لي القمر نفسه. طيب فرحنا كلنا وباركنا وهنينا وقلنا ربنا عوضك وبالقمر الجميل خطيبك ربنا يبارك لك فيه. في نفس الوقت قلنا خلاص حسن ربنا وفقه وانت ربنا وفقك، وكل واحد في حاله، ونتمنى الخير ليكم انتوا الاتنين. لكن فجأة نتفاجأ ان إسراء كاتبه على الانستجرام عندها انا قررت ان انا مش هنزل اي حاجة على الاكاونت هنا تاني خالص. هتسألوني ايه السبب؟ هقول لكم ان في ناس قاعدة 24 ساعة على الاكاونت بتاعي قايمة نايمة عليه، كل ما انزل حاجة تاخدها يوتيوب على طول وتنشرها، وانا مش بحب الحاجات دي لانهم بياخدوا الحاجة ويعملوا عليها افلام تاني. انا مش هنزل حاجة بسببكم. طبعا الموضوع ده يا جماعة لان لو دخلتوا على قنوات كتير هتلاقوا اي حاجة بتنزلها إسراء بتكون موجودة عندهم فعلا. إسراء مش عاوزة يعني الأخبار هتنتشر بشكل كبير والناس بتزود بقى ويتكلموا على حسن ويرجعوا يتكلموا على خطيبها وبيجودوا من عندهم، وده طبعا بيضايقها. كمان مش بس كده، بياخدوا الستوري والفيديو اللي هي بتنشره بيجمعوا مجموعة استروهات من عندها أو أسقاط من عندها، يعني أسئلة وحاجات زي كده بيجمعوها على هيئة فيديو ينشروها عندهم، وطبعا بقى يألفوا عليها وبتجيلها تعليقات سلبية عليها. الناس مثلا في ناس بيكون عاجبها الكلام ده بيشكروا فيها، وفي ناس مش بيحبوها يبدأوا يهاجموها، والكلام ده بيضايقها. لكن طبعا لما حد بيتكلم عن خبر عندها عادي، ما هو طبيعي يا جماعة اي حد بينشر حاجة على السوشيال ميديا انت عارف معرض للانتقاد السلبي والانتقاد الايجابي. نفترض انا واحدة منزلة فيديو، هل الكل هيقول لي امين؟ في ناس طبعا هتهاجمني، وفي ناس هتقول لي كويس، وفي ناس هتقول ما شاء الله، لكن ده مسموح بيه. ما هو انت ادام خرجت من بيتك وطلعت للناس تقبل بقى كل شيء، بس طبعا باسلوب كويس. مش من حق حد ان هو يتهكم لفظيا، ان هو يعني يتكلم كلام يعني يخص العرض يخص مش عارفه ايه الحاجات اللي زي كده، الحياه الخاصه، ده طبعا مش مسموح بيه تماما. لكن يا اسراء انت لازم تعرفي انت بقى عندك اكتر من 85 او 86 على الانستجرام، يعني انت مشهوره، وكمان بجانب شهرتك لما كنت مرتبطه بحسن حوارات فلازم تتقبلي النقد الايجابي او السلبي. مستنيه النقد ايا كان سلبي او ايا كان ايجابي. في النهايه احنا بنبارك لك وبنقول لك ما تبصيش وراكي، انت ادام نشره صور فعادي الناس بدل ما 10 يشوفوها 1000 يشوفوها، عندك 85 86 الف شافوها، مليون يشوفوها، فده اعتقد ما يضايقكيش. مستنيه تعليقاتكم. باركوا الاسراء. شكرا، تحياتي.